السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل الكبدة بطريقة ومكونات سهلة ونقول بسم الله. أول حاجة معانا كبدة تبلناها بالكمون والملح والثوم وحطيناها في التلاجة ما بين ساعة أو ساعتين، ومعانا فلفل ألوان ومعانا توم، كمون، ملح، زيت. هننزل بكل قطعة ليا، أقطعهم قطع صغيرة، ننزل بيهم في الزيت. هنقلب الليا تقلبتين وننزل بيها، ننزل بالفلفل الألوان عليها، وهنقلب الفلفل الألوان بالليا. وهناخدها تقليبة تقليبتين. وبعد كده هننزل بالكبده، اللي احنا طبعا قلت لكم ان احنا تبلناها في التلاجة ما بين ساعه او ساعتين. وهننزل بقى هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، الفلفل الالوان مع الكبده مع الثوم مع الكمون مع قطع اللي احنا قطعناها قطع صغيره. هناخدها تقليبتين 3 كده ونشوح فيها ونقلبها لحد ما تختلط كلها مع بعض. وتبدا الكبده تستوي معانا. هننزل بشويه كمون وكمان شويه ملح لو معانا الكبده يعني محتاجه شويه من الملح. هننزل بشويه ملح كمان والكمون قلنا، وهنقلب الخلطه الجميله دي مع بعضها لحد ما تستوي معانا. الخل هنضيف الخل، بس الخل ده بنحطه قبل ما الكبده تستوي خالص، يعني قبل ما نطفي عليها بشويه. الخل اللي احنا محتاجين معانا ربع كوبايه من الخل. بس احنا الاول بنقلب الكبده وتقليبه كويسه قوي ولحد ما تقرب تستوي معانا، ونبدا نضيف معانا الخل قلنا ربع كوبايه من الخل. الكبده من مكوناتها الاساسيه الثوم والخل والكمون، يعني ما ينفعش كبده نعملها من غير ما نستغنى عن الثلاث حاجات دول، الثوم والخل والكمون. الخل ده احنا بنضيفه بعد ما الكبده تبدا تنزل كل الميه اللي فيها كده مع الفلفل الالوان والخلطه الجميله دي. بنبدا نضيف احنا الخل، فبنضيف الخل وبناخده تقليبه كويسه مع بعضه، ونوطي عليها النار عشان تستوي وما تبقاش نيه معانا. بنضيف الخل قلنا حوالي ربع كوبايه من الخل. هنضيفها على الكبده وهنقلب الخلطه الجميله دي مع بعض تقليبه كويسه قوي. وكده خلاص بعد ما بنضيف الخل بنوطي النار خالص على الكبده علشان يعني يكتمل السوا بتاعها وتبقى مستويه قوي معانا، ما تبقاش نيه. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بصوا الخل مع الملح مع الكمون مع الثوم مع الفلفل الالوان، كل الخلطه دي يعني ما شاء الله نزلت الميه اللي احنا محتاجين ان الكبده النهارده معانا الجميله. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسونيش في التفاعل والتعليقات، وان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله اقدم كل ما هو جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.